الحضن الوحيد هو أختي، أسوي مشكلة داخل القسم مالي حتى أصعد أحضن أختي وأنا يعني عماتي توفى ما أعرف، أولاد عمامي هسه أنا ما أعرف، أغلبية ما أعرف صراحة. غيب الموت في الساعات الأولى من صباح اليوم الفنانة العراقية الشهيرة ميلاد سري، وتوفيت الراحلة بالمستشفى عن عمر ناهز 47 عاما بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان. وقد أعلن خبر وفاة الفنانة ميلاد سري ابنها الوحيد الملحن ليس الحربي، حيث ودعها بنعي مؤثر عبر حسابه بإنستغرام وقال: رحلت أمي النفس الطيبة. كما نعتها أيضا نقابة الفنانين العراقيين عبر موقع الفيسبوك، وكتب القائمون على الصفحة: ببالغ الحزن والأسى تنعي نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنانة ميلاد سري التي وافاتها المنية هذا اليوم بعد صراع طويل مع المرض، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بوسع رحمته وأن يلهم ذويها ومحبيها وزملائها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد عانت الفنانة الراحلة ميلاد سري قبل وفاتها مع مرض السرطان لأكثر من 4 سنوات، وقضت هذه السنوات ما بين المنزل والمستشفى، حيث أنها أصيبت بسرطان الأذن الوسطى مما أدى إلى تغير كبير في ملامحها ووزنها، ولم تمر شهور قليلة بعد تحسن حالتها الصحية وإعلان شفائها حتى تدهورت حالتها الصحية مجددا قبل إعلان خبر وفاتها اليوم. وتفاعل مع خبر وفاتها وصورها الأخيرة بالمستشفى تحديدا عدد كبير من جمهورها ومحبيها ومن نجوم الفن والإعلام أيضا عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، كان أبرزهم الإعلامي نزار الفارس وزملائها أيضا بالوسط الفني داعيين لها بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهلها وزويها جميل الصبر والسلوان نظرا لعطائها خلال مسيرتها الفنية طيلة الأعوام الماضية. من ما عنده مكان يودينا بيه يبيتنا بالدائرة. الله يرحمه بروحه ان شاء الله. ما أحب أظهر دمعتي ولا أحب أكون مكسورة ولا أحب أكون تجي المرأة الضعيفة أبدا. الجدير بالذكر أن الفنانة الراحلة ميلاد سري قد مرت بطفولة قاسية، فهي من مواليد منطقة القاذمية لعائلة مكونة من 3 إخوة وأخت واحدة، وبعدها انتقلت إلى منطقة العاطفية ودخلت حينها مدرسة العاطفية الابتدائية، وعانت بعد وفاة والدها في عام 1988، وعاشت الفتاة ظروف صعبة دفعتها للبحث عن عمل حر وهي صغيرة في السن، وكان والدها عضوا في أحد الأحزاب السياسية ووالدتها كانت تعمل موظفة. ودرست المسرح في معهد الفنون الجميلة، وبدأت مسيرتها المهنية كعارضة أزياء، ثم دخلت إلى عالم التمثيل. وبرغم مسيرتها الفنية فإنها حرصت على الزواج وتكوين عائلة، وأنجبت نجلها الوحيد ليس، ثم انفصلت عن زوجها وتزوجت مرة أخرى في عام 2007. وشاركت الفنانة الراحلة ميلاد سري في العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحا كبيرا، من بينها مسلسل يحمل اسم ماضي يا ماضي بجزئيه، ومسلسل سيدة الرجال، وفيلم الشوارع الخفية، ومسلسل الزمن والغبار، ومسلسل أمطار النار، والعبور إلى النهر، والهروب من المستحيل، وغيرها الكثير من الأعمال الفنية. غفر الله لها ورحمها وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها وكل محبيها الصبر والسلوان.